عاجل بن شيخة يشعل الميركاتو الشتوي في الجزائر والمغرب ومصر بعد ارتباط اسمه بأولمبيك آسفي بن شيخة مدربا لموردن سبورت المصري. أعلن نادي موردن سبورت المصري تعاقده مع المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة للإشراف على الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا لفرانك دوما. وكان اسم بن شيخة قد ارتبط خلال الفترة الماضية بفريق أولمبيك آسفي لخلافة الإطار الوطني أمين الكرمة الذي دخل في خلاف مع الرئيس محمد الحيداوي. وأشارت مجموعة من التقارير الإعلامية إلى وجود اهتمام من قبل إدارة الفريق المسفيوي بالمدرب الجزائري قبل أن ينتهي خلاف الكرمة والحيداوي ليعود الوضع لسابق عهده دون الحاجة إلى مدرب جديد. ويعتبر بن شيخة من المدربين الذين يتوفرون على تجربة كبيرة في الدوري الاحترافي، إذ سبق له أن أشرف على العارضة الفنية لمجموعة من الأندية من بينها نادي الرجاء الرياضي، نهضة بركان، الدفاع الحسني الجديد، اتحاد طنجة، والمغرب التطواني.